يا جماعة أقسم بالله أنا مش قاعدة في قصر. عايشة في قصر وبزخارف وعفش كأنه قصر عابدين، حاجة كده ولا في الخيال. لكن ورا الصورة دي في تفاصيل وحكايات الكل اتعاطف معاها. الناس افتكرت انها عايشة في قصر، لكن الحقيقة فيها صدمة. البنت صغيرة تاليا النحاس عمرها 8 سنين، حياتها اليومية مليانة تحديات وحزن بعد رحيل والدها اللي شاف صور شقتها اتفاجأ، واللي عارف الحقيقة اتصدم أكتر. ازاي قدرت توقف ملايين المتابعين قدام شاشات موبايلاتهم، وايه قصتها بالتفصيل. في لحظة واحدة قدرت البنت الصغيرة تاليا النحاس اللي عندها 8 سنين إنها تلفت انتباه الملايين في السوشيال ميديا. البداية كانت بصورة الشقة والعمارة اللي عايشة فيها، واللي فيه ناس كتير جدا افتكرتها فيلا أو قصر، لكن القصة اتقلبت لحالة إنسانية خلت الناس والمتابعين ينتبهوا أكتر لتاليا. انطباعهم يختلف تماما، لأن الانطباع الأول جه عن طريق صور انتشرت على السوشيال ميديا عن بنت صغيرة شكلها مرفهة وعايشة في قصر، من شكل الديكور والتوضيبات الجميلة اللي كانت حواليها. لكن في النهاية الناس اكتشفت عكس ده، وان تاليا وراها قصة حزينة، وان عندها معاناة يومية جوه البيت اللي عايشة فيه. تاليا ظهر في فيديو على السوشيال ميديا وقالت للناس انها مش عايشة في قصر، هي عايشة في شقة عادية بتاعة ابوها، وان الظروف الاقتصادية والاجتماعية اثرت على حياة تاليا واسرتها. ده خلق موجة تعاطف واسعة بين المتابعين. قصة تاليا وراها كواليس حزينة، لأن أبوها اسمه هيثم النحاس فارق الحياة في سنة 2023. كان عمره لسه في أوائل الثلاثينات، وكان من الشخصيات المشهورة في منطقته. العمارة اللي ساكنة فيها عليها صورة أبوها على واجهتها، وهي موجودة في شارع البحر بمدينة طنطا في محافظة الغربية. تاليا من بعد رحيل أبوها فكرت شوية لحد ما قررت تخش عالم السوشيال ميديا، وبدأت تعمل فيديوهات، والمشاهدات والمتابعين عندهم دلوقتي بقت بالملايين. في الحقيقة قصص زي دي بتكون أقوى من 1000 وصفة أو رأي، لأنها بتبين الجانب الإنساني اللي محدش كتير بيشوفه، وكتير مننا بيحكم على المظهر الخارجي بس. تعليقات المتابعين بعضها جه من مشاعر الحزن والتعاطف، والبعض الآخر عبارة عن دعوات للمساعدة أو التحرك الحقيقي لدعم الأسرة. الدرس اللي نستفاد منه في القصة دي إن الإنسان ما يتمش الحكم عليه بمظهر بيته أو صورته على الإنترنت، إنما بظروفه الصعبة وإزاي يقدر يتعامل معاها ويتحداها ويحاول يتغلب عليها.